مخير ما بين نقلتين، ما بين ان هو يجيب الملك بتاعه في المربع ده او ان هو يجيب الملك بتاعه في المربع ده. انت بتقول ايه؟ طب ايه الفكره منها؟ الفكره منها انك انت لو جبت الملك بتاعك كده هو مش هيقدر يمشي كده، عشان كده هيضطر ان هو يسيب البيدق، والبيدق ده كده هيرقي، فبالتالي هو اجباري ان هو يفضل حامل بيدق، فساعتها انت تزق العسكري، هو يزق العسكري، انت تزق العسكري، هو يزق العسكري، وانت ترقي قبليه وتكسب الجيم ده. والموقف ده مكسوب لان الموقف ده بيدق حصان زي ما شرحنا في الفيديوهات اللي قبل كده. لو كان بيدق رخ او كان بيدق فيل فكان في الحاله دي كان هيبقى الموقف ده تعادل، لكن عشان ده بيدق حصان فالموقف ده مكسوب للابيض. طب نرجع لحظه، واحد يسالني سؤال مهم جدا، ليه ما اجيبش الملك بتاعي في المربع ده؟ في الحقيقه هنا لو انت فكرت انك تجيب الملك بتاعك في المربع ده فكده الجيم هينتهي تعادل، لانك انت ممكن تكون مقتنع ان النقلتين شبه بعض، بس في الحقيقه النقله دي بتتعادل والنقله التانيه بتكسب. طب ليه النقله دي بتتعادل؟ لان الاسود بكل بساطه هيلعب نفس الفكره،